اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. إيه، وحشتوني كتير 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 جدا. إيه، لو اقول لكم يعني من هنا لحد قد ايه وحشتوني. إيه، مش هتصدقوا بجد والله العظيم. مفتقداكوا كتير كتير كتير، مفتقدة كل حاجة في القناة، من تصوير، من مونتاج، من كل حاجة، كل حاجة في القناة بصراحة. الفيديو دوت المفروض انا تكملت الفيديو اللي فات. فانا بصراحة كان عندي شوية لخبطة كتير كده، فآن الأوان ان هو ينزل خلاص الحمد لله. ده تكملة الفيديو الأخير اللي نزل ليكم بتاع القرص أو القراقيش اللي عملناه مع بعض في القناة. هنبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوباية من الرز، غسلها كويس جدا. انا ما نقعتهاش، انا غسلتها كويس بس. بعد كده هضيف عليها ادي كوباية مية، وادي التانية هنضيف 3 كوبايات مية تقريبا كده يعني. بصوا الرز بلبن ده ليه طرق كتير جدا جدا، يعني اكتر من 4 5 طرق يعني. كل واحد بيعمل بطريقة معينة يعني. فانا بصوا بصراحة مش يعني مش ليا طريقة ثابتة فيها. حتى لسه عاملة الرز ده من قريب. يعني انا عاملاه من يومين بطريقة غير اللي انا مصورها معاكم في الفيديو ده. الطريقة دي طبعا الفيديو ده كان عندي بقاله فترة، فالطريقة دي من فترة. فانا من كل وقت للتاني بغير في طريقتي في عمل الرز بصراحة، يعني ما اكذبش عليكم يعني. وكل طريقة بتطلع احسن من اللي قبلها والله بجد. المهم، هنا عندي بقى زي ما قلت لكم كوباية رز مغسولة كويس جدا. وبعد كده ضفت عليها 3 كوبايات مية وحطيتهم على النار. اول لما بدأ يغلي هديت النار شوية، وبعد كده ايه، الرز بتاعي استوى في المية كويس جدا زي ما انتوا شايفين. هبدأ اضيف عليه الحليب او اللبن. خلاص، ده ما يعادل من تقريبا كده كيلو ونص لبن. نزلت باللبن بتاعي كله. هو مش كيلو ونص بالظبط يعني، ممكن اقل شوية لان انا مش متذكرة بصراحة وقتها، لان انا اخدت وقتها شوية عملتهم لبن رايب تقريبا. فاخدت نزلت بكل الحليب اللي كان موجود عندي في الازازة. وبعد كده بنزل بكوباية سكر او كوباية الا ربع على حسب طبعا. يعني احنا بنحب الحاجة مسكرة ولا دلعة ولا مظبوطة. يعني السكر ده حسب رغبتنا احنا، اختياري. انا هضيف برضو شوية الباقيين دول. على فكرة الكوباية دي مش كبيرة برضو، مش حجم كوباية اللي هو المج الشاي الكبير، لا كوباية عادية يعني صغيرة شوية. فهضيف كده 3/4 كوباية، بحيث لو انا كده استكفيت تمام. لو عوزت مفيش مشكلة هزود تاني، مفيش مشكلة. يبقى انا برضو ايه ظبطت الدنيا معايا كده بالنظر. بضيف في السكر واحدة واحدة. بعد كده عندي طبعا هنا ايه، دي برضو اختياري لان هو كده كده ما شاء الله. بصوا وش اللبن اصلا ما شاء الله. ده عايزه اقول لكم ده القشطه بتاعت اللبن نفسه. اللبن ما كنتش غليته، جايباه من يعني من التلاجة على الرز على طول. فضيته من الازازه على الحله على طول. فانا حسيت ان اللبن او الرز بلبن بتاعي عايز سكر، ضفت شويه تانيين. بعد كده هنزل بمعلقتين قشطه. القشطه دي وش لبن، انا بجمعه بحطه في الفريزر. يعني بستخدمه في حاجات كتير جدا يعني. طبعا ستات البيوت الشاطرة بتبقى عارفة ان احنا مثلا بنستخدم وش اللبن ده في حاجات كتير يعني. من ضمنها لو عملنا رز بلبن زي كده، عملنا فطير، عملنا رز معمر، عملنا اي وصفة ممكن وش اللبن ده او القشطة ده ناكل بيها سندوتشات حلاوة، سندوتشات مربى كده يعني. فلها استخدامات كتيرة. انا برضو اكتر استخداماتي لوش اللبن او القشطة اللي انا بجمعها دي بعملها في سمنة بلدي. هنا بقى ايه، بهدي النار. اهم خطوة في الرز بلبن، سواء ايا كان الطرق المختلفة بتاعة الرز بلبن، اهم خطوة فيه او اهم حاجة ما بختلفش عليها في كل وصفاتي المختلفة لطريقتي في الرز بلبن، ان انا بهدي النار على الرز بلبن. ليه بقى؟ علشان يستوي براحته، يطلع النشا بتاعته كده ويتمازج كده، يعني الخليط كله يمتزج في بعضه كده، ويعمل قشطه ويعمل النشا منه فيه. انا ما بضيفش نشا خالص للرز الا نادر. لو جيت مثلا جربت وصفه كده يعني
من هي ايه، من طرق المختلفة ليه يعني. يعني ممكن مرة مرتين بس يعني، انما انا من طبيعتي ما بحطش خالص نشا للرز بلبن. بسيبه هو يطلع النشا بتاعته زي ما انتوا شايفين كده، ومن وقت للتاني بقلب وبهدي النار خالص، وبغطي الغطا تلات ارباع كده، ما بقفلش الغطا خالص، علشان طبعا ما يفرش ويكب مني ويبهدل لي الدنيا. هنا بقى خلاص ما شاء الله بجد، حطيت ظرف فانيليا او باكت فانيليا يعني كده في الاخر خالص. وهنا ما شاء الله الرز بتاعي استوى، بصوا كريمي وسايح ونايح زي ما انتوا شايفين في بعضه كده. هبدأ بقى اغرفه. لو حابين ندخله مثلا الفرن ياخد وش، بنحط له ممكن معلقه سمنه صغيره كده او قشطه، ونحطه على الشوايه ياخد وش معانا، يبقى زي نظام رز معمر كده. مش حابين برضو نكتفي بكده ونحطه في التلاجة بعد لما بيبرد، والتزويق حسب الرغبه، لان احنا بنحبش صراحه المكسرات عليه، بنحبه ساده زي ما هو. عايزه اقول لكم بصوا ما شاء الله بجد، الحله بصوا مش لازقه ازاي معايا، زي ما انتم شايفين اهوت. جربوا الطريقه دي بجد هتعجبكم، واتمنى يا رب طريقتي تعجبكم، واسيبكم في امان